السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي كلكم؟ وحشنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قمر. نفن الوقت يا ولاد، انا في الغيط بعمل ايه؟ بنشم شوية هوا كده المغربية. خدت العيال الاشبال الصغيرة بتاعتي ديت اهي، وجبنا حاجة حلوة كمان. سلم يا حودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا بقى جايبين ايه يا رب مولتي. تكونوا بخير وبأحسن حال. هقول جايبين مولتي ايوان. ونايطي ونايطي. وده هي يعني ودي ايه؟ ده اسمه ايه؟ جاكور. ودي زيو. زيو. اهم حاجة الزيو يا ولاد، اهم حاجة عندنا احنا كده الزيو. تمام. وحشتوني كتير كتير، وقلت اما اطلع اسلم عليكم. بقالي يومين ما صورتش، وكمان قلت اما اطلع كده اغير جو، لان البيت خانقه بجد والله. يعني البيت خانقه مع الضغوط النفسيه ومع الحياه اللي احنا فيها ديت بصراحه. يعني ضغوط نفسيه. وكمان الدروس بدات. ذاكر يا واد، ذاكر يا بيت، تعمل يا واد، اعمل يا بيت. العصبيه رجعت من جديد، وكمان يعني افتح اعزمي عليه. لما تفضل اتفضلوا تعالوا كلوا معانا. الاذان حتى بتاع المغرب بيقوم الصلاه هو. بحب انا جو الهدوء دي جدا. يعني لو في هموم الدنيا بطلع ان انا آه عند الخضره في الاراضي بصراحه. يعني احنا بيوتنا قريبه للاراضي دي يا ولاد. بطلع للخضره، بطلع للاراضي. كمان الناس مروحه اهي، الكومباين بقى اللي بيعمل الرز، وكمان العربيات، والناس بقى اللي هي ايه الفلاحين. كل واحد يعني واخد عربيته بحاله كده ومروح بيته، وربنا يهدي حال الناس. شوفوا قلبها عامله ازاي. محشي كريم. تعالوا كده اما اديكوا جوله كده اهي. شايفين السكه اللي هناك دي يا ولاد؟ دي ناس مروحه اهي اهي. انا بحب اقعد على الطرقه ديت، لان الطرقه اللي احنا فيها دي هاديه بجد. يعني هاديه هاديه جدا جدا. وكمان يعني الجو هنا حلو مرتاح، يعني فيه راحه نفسيه. تعالي يا فرح، مش هننزل ميه النهارده يا فرح. لا مش هننزل ميه النهارده، المغربيه خلاص. والجو يعني برضو ايه، عاد بيبقى فيه رطوبه شويه. خدنا بقى ميه وجبت لهم حاجه حلوه، وقلت لهم تعالوا بقى ايه اما نطلع نشم التراوه ونشم الهواء النقي. هو ده الهواء النقي يا ولاد بصراحه. الجو هنا احنا في وسط رز كمان، وعلى طنبور بين الرز والرز. يعني احنا بين ارض رز كده يعني وبعض اهو يا ولاد. ده طنبور اهو، ده ارض رز. وكمان كده الخضره ورانا بسم الله ما شاء الله اهي. الجو حلو جدا، حاجه كده اللهم بارك. نفسيه حلوه كده. الدكتور قال لي انا قلت لكم عليها هناك اهي. الناس بقى بتروح الوقت اهي، كله مروح. مش عارفه الكاميرا مبينه ولا مش مبينه، لان انا مش شايفه اكتر من كده. هنقعد شويه وهنقوم قايمين على بيتنا بقى. قلنا بقى نقوم ناخد لنا جوله كمان كده، او نلف شويه كده حوالين الزراعه ده اهي. ما شاء الله يا ولاد والله بتبقى راحه نفسيه بصراحه. ده رز اهو، المغرب اذن كمان اهو. يعني من الخنقه والحبسه، يعني هقول لكم ايه، بصوا ضغوط نفسيه. فالضغوط ديت بتبدا تطلع على العيال بقى، بتطلع على الكبار كمان. ما بيريحنيش، او عن نفسي أنا يعني مش عارفه اقول لكم ايه وليه. ما بريحنيش غير الوضع ده كده بقى. اطلع اشوف الخضره دي كده بسم الله ما شاء الله. حاجه كده اللهم بارك والله يا ولاد، راحه نفسيه. ولا تقولوا لي حديقه، انا عن نفسي انا ما برتاحش للحدايق. او ممكن تقولوا مثلا عشان المصاريف ولا كده، لا والله احنا صارفين برضه. بس بعمل لقمه بسيطه كده، سندوتشات خفيفه، حاجه حلوه خفيفه. بصوا بس احنا النهارده كنا متغديين، فخدنا حاجه حلوه بقى وخلاص. وكمان خدنا الميه بتاعتنا، وخدت الاشبال الصغيرين دول وقلت لهم قوموا بقى نغير جو علشان خاطر النفسيه تغير يعني برضو معانا. فيا رب كل الاحسن. تمام. ما تخافيش، وقف يا محمود لما تشرب. حتى احنا عدينا على فرح خدناها من الدرس، وكمان قلنا لها يلا. حتى ما روحناش البيت، خدتها من الدرس وقمنا ماشيين على طول، لان هي بتطلع قبل المغرب بحاجه بسيطه. قلت لمحمود بقى هاتها وتعالى اما نروح بقى ايه نغير جو كده في وسط الخضره. عايزين بقى ينزلوا الميه، قلت لهم لا ما فيش نزول ميه. وكمان الطنبور كمان او مكان الري والكلام ده يا ولاد، يعني ما عادش بيشتغل قد كده. ليه؟ علشان الرز دلوقتي
بقى اغلبه بيتضم. يعني شايفينه الخضار ده يعني قدامه اسبوع كمان ويبدا بقى الرز بتاعه ده ينضم. الرز اللي ورايا ده عكس الرز اللي احنا مصورينه دلوقتي، يعني ده اسبوع ضمه كمان. بسم الله ما شاء الله، ده لوح خالص اهو او اصفر استوى. يعني احنا هنا بنقول عليه لوح او اصفر او استوى يا ولاد. اللي احنا الرز اللي ورايا ده على وش ضم تمام، انما الرز التاني ده كده لسه في خضار اهو قدامه، يعني اسبوع كده لو الجو حرر بيبقى قدامه اسبوع وبينضم تمام. الاراضي ديت على بحر يا حبايب قلبي، والبحر ده كمان قريب لنا، قريب لبيتنا تمام. فبنمشي بقى ناخد جوله كده او بنمشي نتمشى شويه في وسط الخضره كده. بصراحه يعني تبقى راحه نفسيه، وبروح يعني النفسيه مرتاحه، اتقبل بقى اي ظروف تاني من جديد. يعني شوفوا زي اللي ما يكون معايا كده حاجه وبغسلها وبترجع بقى تستقبل كده من جديد تمام. اهي لازم هي الحياه كده يا ولاد. كل بيوتنا فيها منحيه، كل بيوتنا فيها ضغوط، كل بيوتنا الحمد لله فيها يعني ما يكفيها الحمد لله. فربنا يروق لنا جميعا، وربنا يهدي لنا حالنا ويهدي عيالنا ويهدينا كمان لعيالنا يا اولاد. قبل ما ندعي لعيالنا ان ربنا يهديهم، ربنا يهدينا احنا كمان لعيالنا. لان احنا من ضغوط الحياه بتلاقي العيل مثلا بيجي يطلب طلب، بيجي يتكلم في حاجه، طبيعتنا بقى ايه او طبيعتني اصرخ ازعق اعمل. بتعملي كده يا ام فرحه؟ والله بنعمل كده يا ولاد. يعني اوقات كمان صوتنا بيجيب لي الشارع ال50. شايفين انتوا بقى الشارع ال50 دي كمان نجيله ورانا اهي. شايفين النجيله دي نجيله على الارض اهي اهي ما شاء الله المشي فيها حلو قوي. دي النجيله الرباني بقى، مش هقول لكم بقى نجيله اهي يا ولاد. ده النجيل اللي هو الرباني بقى اهو تمام. ده النجيله الرباني حاجه كده بتطلع ربان. هنروح بقى وده بيت يعني طريقنا لبيتنا تمام. هاخد بعض بقى واروح بقى مع الاشبال دول. عندنا كمان رز الضم اهو، يعني خطوه كده اهو. مش كل الرز بيجي مع بعضه، ده هو بيفضل بسم الله ما شاء الله لما بعد شهر 9. الناس بدأ في 8 اهي، وخدوا بقى لما الشهر 9 او بعد 9 كمان، واوقات بندخل بقى في 10 فيه رز كمان. اللي تلاقي لسه ايه في اراضي الرز لسه قايمه تتضم. ده في شهر 10 الكلام ده بيبقى اسمه الرز ايه بقى؟ الرز المستاخر. شايفين الكلاب ولاد عايزين يجروا، خوف من الكلاب يا ولاد دلوقتي اهي. ده اشمد وما تشغلش يا محمود اهو. دي كمان الترعه اهي، دي الترعه اهي ميتها نظيفه العيال بتستحمى فيها اهي. بسك مننا ليل الجو ليل، كل واحد بقى راح لبيته. بصوا احنا كمان هنروح لبيتنا. اترككم بقى في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.